الله وبركاته. كيفكم حبايبي؟ ان شاء الله انكم تكونوا طيبين يا رب. معاكم تالا صفوان وقصة جديدة. لكن قبل ما نبدأ بقصة اليوم وكما عودناكم لا تنسوا انكم تصلوا على نبينا وحبيبنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. قصة اليوم يا جماعة تطبيق ومثال حي وواقعي لمقولة خيرا تفعل شرا تلقى. عائلة ما قدمت الا كل خير لاي احد تقابله، بالمقابل الخير هذا انقلب لشر وطاح على راسهم. عموما قبل ما ندخل بتفاصيل واحداث القصة، في حال كنت انت مشاهد جديد للقناة وما سويت سبسكرايب الى الان، انزل تحت واضغط على زر الاشتراك واضغط بطريقة كمان على زر اللايك، لانه انا شخصيا كل ما شفت انه اللايكات كثيرة كل ما تحفزت اني اقدم لكم المزيد والمزيد من القصص والمقاطع المنوعة. وعشان ما نطول بمقدمة المقطع اكثر من كذا، خلينا ندخل بالقصة على طول. صاحبة قصتنا لليوم اسمها ليليانا تقول: أنا من سوريا بس إني عايشة بقرية صغيرة في النرويج، وهذه القرية أغلب اللي فيها لاجئين زيهم زينا. قبل ما نستقر في النرويج كنا عايشين في لبنان 4 سنوات بسبب الحرب اللي صارت بسوريا، واللي خلتنا نتشرد ونضطر إننا نبعد عن بلادنا إحنا وكثير من العوائل. وبهذيك الفترة كان أبويا دائما يحاول إننا نسافر لبلد أحسن وبلد أفضل، خاصة من ناحية المستشفيات والعلاج، وهذا لأنه أخويا من ذوي الاحتياجات الخاصة ومحتاج لعلاج خاص، وهالعلاج مو متوفر في أي بلد إلا بلدانه جدا محدودة. الحمد لله بعد 4 سنوات من المحاولات والمقابلات سافرنا على النرويج واستقرينا فيها، وهذا الشيء صار في عام 2018. ومن هذاك الوقت إلى عام 2019 كان أحلى وقت لنا بالنرويج، لأننا كنا حالنا حال نفسنا وما نتدخل بأحد ولا نسمح لأي أحد إنه يتدخل فينا، وما كان عندنا أي مشاكل وضغوطات، بالعكس كل يوم لنا بهذيك السنة كان أحلى من اللي قبله. في يوم من الأيام طبعا كل فترة تيجي عائلة جديدة للقرية اللي احنا عايشين فيها، سواء كانت عائلة سورية ولا عراقية ولا صومالية، لأنه زي ما قلت لكم القرية اللي احنا فيها كان أغلب سكانها من اللاجئين والمقيمين. المهم جت عائلة في أواخر عام 2019 وسكنوا بالطابق الثاني من العمارة اللي احنا ساكنين فيها، يعني فوقنا مباشرة. ووقتها كنت أنا صف ثالث متوسط، وكان من بين هذه العائلة واحد اسمه جمال وبنفس عمري. بعد أسبوع من انتقال هذه العائلة جو عندنا وزارونا وتعرفنا على بعض، وبحكم إنهم بأول زيارة لهم لنا كانوا جدا مهذبين، قلت بيني وبين نفسي إنه ليش ما تصاحبي ولدهم وتعرفيه على المدرسة، لأنه القرية اللي إحنا فيها ما فيها إلا مدرسة إعدادية واحدة وهي تشمل البنات والعيال، فبما إنه كان بنفس عمري أكيد إنه كان رح يسجل فيها. وفعلا سجل فيها بعد فترة، وأول ما أنا شفته بالمدرسة رحت عنده فورا وبدينا نمشي سوا، وقمت أعرفه على المدرسة وأنظمتها والطلاب اللي فيها، ونصحته إنه يبعد عن طالب واللي اسمه محمد، لأنه هو وأهله راعيين مشاكل وما حد يحب يكلمهم أساسا. وقلت لجمال إذا تبغى إنك تتعرف عليه تعرف، بس ما أنصحك إنك تتعمق بعلاقتك معاه علشان ما يجرك معاه للمشاكل. لكن للأسف جمال ما رد علي. أتوقع إنه كلامي بدل ما يبعدوا عن محمد شجعوا إنه يتعرف عليه أكثر. المهم شوية شوية بدأت تكثر زيارات عائلة جمال لنا، وإحنا بدورنا كنا نستقبلهم دائما، وبعد كذا صرنا إحنا كمان نزورهم علشان نحسسهم بالأمان، بحكم إنه إحنا كمان بيوم من الأيام كنا بنفس موقفهم وكنا خايفين ببداية جيتنا للنرويج. وغير كل هذا ما كان عندنا أصدقاء بالنرويج، فعشان كذا قلنا إننا نعوض الوحدة ونحسسهم إنهم مو لوحدهم. ويا ريتنا ما فكرنا نتكلم معاهم أصلا، وحتعرفوا ليش أنا قلت هذه الجملة بتفاصيل القصة الجاية. بعد كذا أهلي وأهل جمال صاروا أصحاب، وأنا بعد ما تأكدت إنه جمال صار عنده أصدقاء بالمدرسة واطمنت عليه وإنه هو خلاص يعني زبط وضعه، بعدت عنه. وصراحة أنا سويت هذا الشيء لأني أفضل إنه علاقاتي تكون محدودة ومو متشعبة، وكنت جدا مكتفية بصديقتي الوحيدة ذيك الفترة واللي كان اسمها سارة. المهم بعد حوالي شهر تقريبا جت عائلة ثانية للقرية، وكان أبويا يساعدهم ويجاوب على استفساراتهم أول بأول. وإذا رح تسألوني ليش أبوك يسوي كذا، فهذا لأنه أبويا يتميز بصفة حب مساعدة الغير، وما كان يحب إنه يشوف أحد خايف أو مشوش وما يطمنه ويكون معاه ويسانده، خاصة لو كان هذا الشخص أو لو كانت هذه العائلة اللاجئة من سوريا. وشوية شوية تعرفنا إحنا كمان على العائلة الجديدة هذه وصرنا أصدقاء لهم. المهم بسنة كورونا يعني بعام 2020 فجأة بدأنا نلاحظ أو نكتشف بمعنى أصح أشياء أبدا مو كويسة بعائلة جمال. مثلا لما كنا نطلع رحلة مع
بعض كان أبو جمال يرفض إنه يشتري الأولاد أي شيء أثناء الرحلة، ويتعمد إنه يحرجهم قدامنا. ومن بين الأشياء اللي لاحظناها كمان إنه الأولاد بعائلة جمال كانوا يتحكموا بأخواتهم، رغم إنه الأب والأم عايشين، فبأي حق يسووا هذا الشيء ويتحكموا بأخواتهم. وهذا الشيء بالذات كان ينرفزني أنا شخصيا وجدا كمان، لأني أكره التحكم بكل أنواعه. وكل فترة كنا نكتشف أشياء تصدمنا بجمال وعائلته أكثر وأكثر، وكل فترة كنا نكتشف أشياء تصدمنا بجمال وعائلته أكثر وأكثر. بعد كذا لاحظنا أنا وإخواتي إنه بدأت تصير مشاكل بين أمي وأبويا، وكنت أنا أستغرب كثير من الوضع اللي كانوا فيه، خصوصا إنه أمي وأبويا نادرا ما يتهاوشوا أو إنه يصير بينهم خلاف. وبيوم من الأيام صارت مشكلة جدا كبيرة بين أمي وأبويا، وارتفعت أصواتهم وكل واحد فيهم صرخ على الثاني. وفجأة أبويا طلع من البيت، وبعد ما طلع أبويا من البيت فورا جت أم جمال لبيتنا وبدون أي استئذان، واستفسرت عن سبب المشكلة اللي صارت، وقامت تحاول إنها تهدي أمي، أو هذا اللي إحنا كنا متوقعين إنها تسويه، لكن الحقيقة إنها كانت تحرض أمي على أبويا بس بأسلوب مو مباشر، يعني من تحت لتحت. وأبو جمال سوى نفس الشيء مع أبويا، يعني كان يحرضه على أمي بس بأسلوب مباشر وجدا بجيح، يعني كان يقول له طلقها، زوجة زي هذه ما تنحوى، ويعبي راس أبويا على أمي. وللأسف إنه أبويا كان بحالة عصبية مفرطة جدا، واقتنع بكلام أبو جمال ورجع للبيت فورا، وقام يتهاوش مع أمي ويرفع صوته عليها. وأمي هي كمان كانت أم جمال محرضتها على أبويا، فلما شافته بهذا الوضع حتى هي قامت تصرخ وترفع صوتها عليه، وكل ما قال لها كلمة ردت عليه ب10. ولما طولت الهوشة ورفض أي واحد منهم إنه يسكت أو يكسر الشر، أمي صارت تقول لأبويا طلقني، أنت ما تستاهلني. وأبويا فورا أول ما سمع هذه الجملة منها طلقها. إيوه طلقها، متخيلين؟ كله من راس أم وأبو جمال الشياطين. لكن الحمد لله بعد أسبوع من طلاقهم أبويا جلس مع نفسه وقعد يراجع الأيام الحلوة اللي كانت بينه وبين أمي، وجاء على بيتنا، لأنه بعد ما طلقها راح وسكن ببيت لوحده بعيد عن أمي وعننا، وجاب معاه ورد وعلبة شوكولات علشان يصالح أمي، وتصالحوا ورجعوا لبعض الحمد لله. وبعد ما رجعوا قرروا إنهم يعزموا عائلة أبو جمال والعائلة الثانية اللي قلت لكم إنه أبويا ساعدهم أول ما جو للقرية، واللي كان اسمهم عائلة أبو سعيد. وعزمنا كمان عائلة صديقتي أو البست فريند حقتي واللي كلمتكم عنها ببداية القصة، سارة، لأنها كانت ساكنة بعمارة قريبة جدا من العمارة اللي إحنا كنا ساكنين فيها. وبالعزيمة كنا أنا وأمي مسويين مشبك، واللي ما يعرف إيش هو المشبك راح أحط لكم صورة له الحين، وسوينا كذا نوع غيره من الأكل. وإحنا بنص العزيمة طلب أبويا من المعازيم إنهم يذوقوا المشبك، لأنه على كلامه طعمه يكون جدا حلو خاصة من يد أمي. لكنه تفاجأ، وكلنا تفاجأنا سواء إحنا أو المعازيم، من رد أبو جمال على أبويا لما قال له بصوت جدا عالي وأسلوب ساخر إنه المشبك اللي إحنا سويناه أو اللي أمي سوته بمعنى أصح كان يشبه الفضلات، الله يكرمكم. ومن وقتها تأكد لنا إنهم عائلة مو كويسة، وإننا كنا مخدوعين فيهم من البداية. بعد هذه العزيمة جلسوا أمي وأبويا مع بعض، وبدأوا يراجعوا تصرفات أبو جمال وأم جمال ويحللوها، وقرروا إننا نبعد عنهم، لأنهم اكتشفوا إنه أبو جمال وأم جمال قبل طلاق أمي وأبويا كانوا أساسا يحرضوهم على بعض. وغير كذا أمي قالت إنه أم جمال دائما تحش وتتكلم عن جيراننا بسوء قدام أمي، فأكيد إنها تسوي نفس الشيء هذا مع أمي وتتكلم بسوء ورا ظهرها. وفعلا اتخذنا هذه الخطوة، واللي كان المفروض إننا نسويها من زمان أصلا، وبعدنا عنهم شوية شوية، وصرنا نتجاهلهم ونتجاهل زياراتهم ومكالماتهم. وهم فهموا بعد كذا إننا ما عاد نبغاهم ولا نبغى قربهم. ومن بعد ما كانوا يمثلوا علينا إنهم طيبين ويسووا حركاتهم الخبيثة من تحت لتحت، أظهروا وجههم الثاني والخبيث قدامنا، وصاروا يسووا حركاتهم الخبيثة ويكيدوا لنا قدامنا وبدون أي تمثيل. وبيوم من الأيام، وتحديدا لما صرت أنا بصف ثاني ثانوي، اشتكوا عائلة أبو جمال على أهلي إنهم يعنفونا أنا وإخواتي، وإنهم يمنعونا إننا نطلع من البيت ويحبسونا فيه، لأنه بالنرويج إذا صار عنف أسري في شيء اسمه البرنفان أو هيئة حماية الطفل، ياخذوا الأطفال بعيد عن أهلهم. بس طبعا مو من أول مرة، يعني أول شيء يتأكدوا إذا الكلام اللي انقال هذا صح ولا لا، وبعد كذا يوعوا الأهل، وإذا الأهل ما توعوا وقتها يتخذوا هذا الإجراء ويبعدوا الأطفال عن أهلهم. وبعد شكوى عائلة أبو جمال جت هيئة حقوق الطفل على مدرستي أنا وإخواتي، واستفسروا عن الشكوى وهل اللي انقال فيها صح ولا لا. وإحنا قلنا لهم إنه الكلام هذا كذب ولا
لا أساس له من الصحة، وإنه إحنا بطبيعتنا أساسا ما نحب إننا نتعرف أو نطلع من البيت، يعني هذا الشيء إحنا نسويه بإرادتنا مو بضغط من أهلي، وإنه أهلي يعاملونا أحسن معاملة وما في أي دليل يثبت صحة هذه الشكوى أساسا حتى لو كان دليل صغير. والحمد لله إنه المشكلة انحلت وإنهم ما بعدونا عن أهلنا. وكان كل يوم يمر كانت تزيد مكائد عائلة أبو جمال ضدنا ومخططاتهم علينا، رغم إنه إحنا حتى لما بعدنا عنهم ما ضريناهم ولا تكلمنا عنهم بسوء قدام أي أحد، على عكسهم تماما ما خلوا شيء ما قالوه عننا. وللأسف إنه كل كلامهم أصلا افتراء وكذب بكذب، لكن الكلام اللي كانوا يطلعوه عننا أثر على علاقاتنا كثير، ومن بينهم عائلة أبو سعيد اللي للأسف بدأوا يتجنبونا، وهذا كله بسبب الكلام والإشاعات اللي كانوا عائلة أبو جمال يطلعوها علينا. وبيوم من الأيام كنت أنا أساعد أمي بغسيل المواعين وتنظيف المطبخ، وفجأة سمعنا أصوات صراخ قريبة من البيت، ولما طلعنا علشان نشوف من وين هذه الأصوات اكتشفنا إنها كانت من أبويا وأبو جمال. كانوا رافعين أصواتهم على بعض وما بقي شيء، وكل واحد فيهم يمسك بالثاني. وهنا أمي قامت تهدي أبويا وطلبت منه إنه يتجاهل أبو جمال ويدخل للبيت، وفعلا أبويا استجاب لها وطنش أبو جمال وخلاه يصرخ لوحده ودخل للبيت. وهذا الشيء نرفز أبو جمال فوق ما إنه أساسا كان متنرفز ومعصب، وحتى بعد ما دخل أبويا للبيت رفض أبو جمال إنه يرجع لبيته، واستمر واقف عند باب بيتنا لفترة جدا طويلة والشر بعيونه، وبس كان ينتظر أبويا علشان يطلع بأي لحظة ويتهاوش معاه مرة ثانية. وبعد مدة من هذه الهوشة صاروا أولاد أبو جمال كل ما شافونا أنا وإخواتي يقولوا لنا يا حرامية يا حرامية، ويحرجونا عند أصدقائنا وطلاب المدرسة، ويطلعوا عننا سمعة مو كويسة إننا سراقين. ولما سألنا أمي وأبويا عن السبب اللي يخليهم يقولوا لنا كذا، حلفوا لنا بالله إنه ما في أي سبب، وإنهم ما سرقوا منهم أي شيء، وإنه هذا الكلام اللي جالسين يطلعوه كذب وافتراء زي كل الكلام اللي كانوا يقولوه عننا أو رح يقولوه. وبدأت تزيد مشاكلهم ومكايدهم لنا أكثر وأكثر إلين ما جاء هذاك اليوم وسمعنا إنه أمي اللي حالها حال نفسها من أول ما جت للنرويج بمركز الشرطة. نعم خير أمي بمركز الشرطة؟ بعد ما طلعت أمي من مركز الشرطة سألناها عن السبب اللي خلى الشرطة تستدعيها ورفضت تقول لنا، ونفس الشيء مع أبويا، حتى هو لما سألناه رفض إنه يقول لنا أي شيء بخصوص هذا الموضوع، وما جاوب على أسئلتنا ولا استفساراتنا كلها. وبحكم إنه أمي وأبويا بمدرسة لتعليم اللغة النرويجية، كان في بنفس المدرسة عائلات كثير غيرنا، وكانت صديقة أختي هناك، وقالت صديقة أختي لها إنه جمال تهجمت على أمي المدرسة، وأمي بدورها دافعت عن نفسها وضربت أنف جمال وكسرته، وهذا الشيء اللي خلى الشرطة تستدعيها هي جمال. وطبعا ما يحتاج أقول لكم عن مقدار وحجم الصدمة اللي انصدمناها أنا وإخواتي بعد ما سمعنا هذا الشيء، وكنا مصدومين ومستغربين أكثر إنه ليش أهلنا ما يقولوا لنا عن المواقف والأشياء اللي تصير بينهم وبين عائلة أبو جمال، يعني إيش الهرجة، ليش يخبوا عننا. لكن بعد كذا عرفنا السبب، وهو إنه أبويا وأبو جمال اتفقوا إنهم ما رح يدخلوا الأطفال بمشاكلهم، بمعنى إننا لا إحنا ولا أطفال أبو جمال رح يتدخلوا. بس طبعا لأنهم عائلة متخصصة بالكذب ما احترموا كلمتهم لأبويا، وأطفالهم كانوا دائما يتدخلوا فينا ويطلعوا عننا كلام عند طلاب المدرسة إننا حرامية وسراقين وغيره من الإشاعات اللي ما تخلص. وفي يوم من الأيام أخويا اللي من ذوي الاحتياجات الخاصة كان طالع برا مع أصدقائه، وفجأة اتصل على أبويا وقال له إنه ترى جمال يتهجم علي ومو راضي إنه يتركني بحالي. وهنا أبويا عصب، راح جاب أخويا، وبعد كذا توجه هو وأخويا البيت أبو جمال وقال له إحنا مو اتفقنا إنه ما رح ندخل الأطفال بمشاكلنا، إحنا الكبار صح ولا لا؟ قام أبو جمال قال له إيش بك تصرخ؟ إيوه صح هذا كان اتفاقنا، ليه إيش صار؟ قام أبويا قال له أجل ليش ابنك تهجم على ابني وهو يعرف إنه ابني من ذوي الاحتياجات الخاصة وما رح يقدر إنه يدافع عن نفسه؟ ها ليش؟ رد علي ليش؟ مو قادر إنك تمسك عيالك؟ وهنا جمال قام يطلع كذبات من تحت الأرض وكذبات ما تتصدق، وصاروا يقول إنه ابنك هو اللي تهجم علي وأنا كنت أدافع عن نفسي لا أكثر ولا أقل، مع إنه لا أنا ولا أخويا ولا إخواتي نعرف إيش هي المشاكل أساسا اللي بين أبو جمال وأبويا، على عكس جمال وإخوانه اللي كان واضح من طريقة تعاملهم معانا إنهم عارفين كل شيء. فكيف أخويا هو اللي بدأ يتهجم عليك؟ ولما أبو جمال شاف إنه بموقف بايخ هو وابنه
ابنه وإنه كان جدا واضح إنه ابنه هو اللي بدأ وتهجم على أخويا، بدأ يسب أبويا بألفاظ جدا نابية وبشعة. وبعد كده قال له ما في اتفاقات بيني وبينك، وقفل باب بيته بوجه أبويا. كل هذا وأبويا كان مصدوم إنه أخل بالاتفاق اللي بينهم، لأنه واضح إنه أطفال أبو جمال زيه هو وزوجته شياطين متشكلة على هيئة أطفال، ولو تعاركوا معانا ممكن يسووا أشياء أكبر من عمرهم بكثير وأشياء ما تخطر على بال أي أحد. وبعد مرور الوقت بدأت أزمة كورونا تخف ورجعوا الناس يطلعوا من بيوتهم زي قبل. وبهذيك الفترة كان جمال وصديقه اللي كلمتكم عنه ببداية القصة واللي اسمه محمد يتمادوا جدا بالكلام والشتم كل ما شافوني أنا وإخواتي، مع إنه محمد ما له أي دخل ولا علاقة ولا حتى بنسبة 1% بالمشاكل اللي بيننا وبين عائلة أبو جمال، فعلى أي أساس يسبنا كل ما شافنا؟ وانتشر موضوع هوشتنا إحنا وعائلة أبو جمال، وانتشر معاها كلام كثير عن إننا نصابين، وإنه أبويا يستدرج العائلات اللي في بداية مجيئهم للنرويج ويكون صداقات معاهم وبعد كده يسرقهم، وإشاعات كثير خلت أغلب اللي نعرفهم يبعدوا عننا ويقطعوا علاقتهم فينا فجأة. ومن بينهم للأسف صديقتي سارة اللي قطعت علاقتها معايا نهائيا بطلب من أمها. وكل ما كانت الأيام تمر كل ما كانوا الناس اللي إحنا نعرفهم يبعدوا عننا أكثر وأكثر، وكل هذا بسبب عائلة أبو جمال والكلام اللي يطلعوه عننا. بعد ما شفنا إنه عائلة أبو جمال تمادوا جدا باللي يسووه، طلبنا من الحكومة النرويجية إنهم ينقلونا إحنا أو هم من القرية اللي كنا ساكنين فيها، وطبعا هم رفضوا نهائيا إنهم ينتقلوا، لكن إحنا ما كان عندنا مانع أبدا، أهم شيء إننا نبعد عنهم وعن مشاكلهم اللي ما تخلص. وبعد ما قدرنا إننا نلاقي بيت بمنطقة ثانية بعيدة عن القرية اللي إحنا فيها، اتفاجأنا إنه الحكومة أصدرت قرار إنه عائلة أبو جمال هم اللي ينقلوا من القرية مو إحنا. أول شيء لأنهم هم اللي دائما يبدأوا بالمشاكل معانا، وثانيا لأنه كان في مشكلة بالكهرباء في البيت اللي هم كانوا ساكنين فيه. بس أنا أقول إنهم انطردوا من البيت لأنهم لما كانوا يلموا عفشهم على أساس إنهم ينقلوا كانوا كأنهم مجبورين ومو راضيين أبدا عن القرار. المهم يوم الجمعة كان أول يوم انتقال لعائلة أبو جمال، وبهذاك اليوم صار شيء جدا غريب، وهو إنه في أحد صدم سيارة أبويا. وكمان قبل ما تنصدم السيارة وتحديدا من أول ما بدأت المشاكل بيننا وبين عائلة أبو جمال كانوا دائما أطفال ويجرحوا سيارة أبويا بدون ما ننتبه. وبيوم الجمعة لما نزل أبويا على أساس إنه يروح للدوام وشاف إنه سيارته مصدومة، وبنفس اليوم اللي راح ينقلوا فيه عائلة أبو جمال، فورا نتوقع إنه هم اللي ورا هالشيء وإنه هم اللي سووا هالشيء. لكن اللي ما كان متوقعه أبدا لا أبويا ولا إحنا إنه اللي صدم السيارة ما كان أي أحد من عائلة أبو جمال، لأنهم كانوا مشغولين بالنقل. اللي صدم سيارة أبويا كان محمد، وهذا الشيء بناء على كلام شهود كانوا موجودين وقت ما صار هذا الشيء. بعد كذا أبويا رجع للبيت واتصل على أبو محمد وقال له إنه ابنك محمد صدم سيارتي وليش يصدمها وهذه قلة احترام منكم. وأبو محمد بدل ما يعتذر عن تصرف ابنه الوقح فتح السبيكر وصار هو وابنه محمد يسبوا أبويا، تخيلوا. وبيني وبينكم أبويا كان متوقع هذا الفعل منه، خاصة إنه زي ما قلت لكم ببداية القصة معروف عن عائلة أبو محمد إنهم راعين مشاكل ويحبوا يتدخلوا بأي مشكلة حتى لو ما لهم علاقة فيها. فقفل بوجه أبو محمد وابنه. وبعد ما قفل أبويا بشوية اتصل أخو محمد على أبويا وقال له اسمع تعال نتكلم وجه لوجه، ما نبغى نتكلم بالتليفون. وطبعا أبويا رفض لأنه عارف إنهم ناويين له على نية ونية مو كويسة أبدا، ورجع قفل بوجههم للمرة الثانية. ورجعوا هم بعد فترة اتصلوا على أبويا مرة ثانية وقالوا له ترى إحنا برا عند باب بيتك اطلع علشان نتفاهم، مع إنه إحنا حاطين كاميرات عند مدخل البيت والكاميرات بينت لنا إنه ما في أي أحد أصلا عند المدخل. يعني ما أعرف إيش قصدهم من هذه الحركة أو الكذبة بالضبط، ليش كذبوا علينا. قال لهم أبويا إنه ما في أي أحد عند المدخل، وين أنتوا بالضبط؟ قالوا له إحنا قريبين من بيتك عند المكان الفلاني تعال عندنا. أتوقع إنهم سووا هذا الشيء علشان لو اشتد النقاش بينهم وبين أبويا وبعد كذا اضطروا إنهم يمدوا يدهم عليه، الكاميرات اللي عند مدخل بيتنا ما تصور هذا الشيء. المهم تشجع أبويا وراح لهم
معاهم ورحت أنا معاه، ولما شافهم بدأوا يتكلموا مع بعض، وكان أبو محمد وابنه يردوا على أبويا بأسلوب كله عجرفة وتكبر وكأنهم مو غلطانين أبدا. فأبويا عرف من أسلوبهم بالكلام إنهم مو جايين علشان يتفاهموا ولا علشان يهدوا النفوس، جايين علشان يستفزوه وبس، وسوى معاهم نفس الشيء. صار يقول لهم انتوا أساسا ايش دخلكم؟ انت يا أبو محمد ايش دخلك فينا انت وعيالك أو بالمشاكل اللي بيننا وبين أبو جمال؟ يعني احنا سلام يا دوب نسلم على بعض، ليش تسمح لابنك انه يصدم السيارة؟ وشوية شوية بدأت أصواتهم تعلى وقاموا يصارخوا، وهنا أختي اتصلت على الشرطة فورا لأنهم تمادوا كثير بكلامهم، وكان واضح اللي تكوا حيهجموا على أبويا بأي لحظة. ولما جت الشرطة اكتشفنا إنهم كانوا جايين بسيارة، مع إنه هم أساسا ما عندهم سيارة، وكان معاهم واحد من معارفهم متخبي بالسيارة ومعاه أداة حادة. يعني فعلا شك أبويا كان بمحله، وكانوا ناويين له على نية ونية شينة كمان. بعد كذا الشرطة حققوا معانا ومعاهم، وطبعا الغلط طلع عليهم 100%، لأنه كان في شهود أثبتوا إنه محمد هو اللي فعلا صدم سيارة أبويا، ولأنهم كانوا جايين بسيارة مو لهم ومعاهم واحد غريب للمنطقة اللي إحنا ساكنين فيها. بعد كذا الشرطة طلبت من أبويا إنه يروح ويقدم شكوى عليهم، وكتبوا أبو محمد وولده تعهد إنهم ما يتدخلوا فينا أو يقربوا مننا بأي شكل من الأشكال. وبعد هذا الموقف بيوم جو عائلة أبو جمال مرة ثانية للقرية اللي إحنا ساكنين فيها على أساس إنهم ياخذوا باقي العفش، بس بصراحة كانوا وضعهم مشكوك فيه، لأنهم كانوا يلفوا حول بيتنا، ولما شافوا إنه الكاميرات تصورهم فورا بعدوا عن البيت. وإحنا وقتها كنا نسوي الغداء، وطلبنا من أبويا إنه يجيب لنا المستلزمات اللي رح نحتاجها للطبخ من أي ماركت. وفعلا طلع أبويا من البيت وركب سيارته على أساس إنه يروح يجيب الطلبات. وعائلة أبو جمال من قلة تربيتهم لما شافوا أبويا ركب سيارته بدأوا يتلفظوا عليه، فأبويا فتح الشباك وقال نعم إيش قلت أنت وياه؟ وبدأوا جمال وأبوه وأخوه يتلفظوا أكثر. وقام جمال يقول لأبويا لو إنك زلمة ورجال اطلع من السيارة، اطلع علشان نوريك قيمتك. وهنا عاد أنا ما قدرت أتحمل الكلام اللي سمعتهم يقولوه لأبويا، لأنهم كانوا يصرخوا وكل كلامهم كنا نسمع ويوصلنا. طلعت من البيت وبطلعتي شفت أبو جمال يتهجم على أبويا. أنا متخيل يحطوني شي على أبويا. أي ميمي يا أنا هنا قمت أدور على أي شيء أقدر أدافع فيه عن أبويا، وجت عيني على عصاية حديد كانت بالأرض، وركضت فورا عندها ومسكتها مع إنها كانت أكبر مني شخصيا. وبعد كذا رحت عندهم وهددتهم، لأني كنت أكبر واحدة من بين إخواني وإخواتي، وكنت مستعدة أضرب اللي قدامي واللي ورايا، لأنه أبويا لوحده وهم كانوا 3. وهم لما شافوني جايتهم وبيدي عصاية حديد أكبر مني صاروا يقولوا لي ارجع لبيتك، مالك شغل بيننا احنا الرجال. وانا اقول لهم انتوا اللي انقلعوا من هنا، انتوا اللي مالكم شغل فينا، لانهم خلاص صاروا ممنوعين من انهم يجوا للقرية، فبأي حق يجوا. وبعدين لحقتني امي وطلعت من البيت وكان معاها عصاية، وهنا جمال لما شافها طلعت بيدها عصاية قام يهددها ويقول لها انه انا اصلا حاقد عليكي من زمان من بعد ما كسرتي انف امي، فالافضل انك ترجعي لبيتك وتلمي نفسك وما تتدخلي بالمشكلة اللي جالسة تصير، علشان ما أوريكي شيء بعمرك ما شفتيه. أنا هنا سرحت شوية وما أدري سرحت بإيش علشان أكون صريحة معاكم، وفجأة سرحاني انقطع لما سمعت صوت أحد ينضرب وأصوات تكسير وسب وشتم وألفاظ ما تنقال. ولما التفت لقيتهم سابوا أبويا وهجموا على أمي، وجمال الجبان كان يسبها وسحب منها العصاية اللي هي كانت مسكتها. وأما بخصوص أخو جمال اللي أصغر منه فكان يصورنا من بعيد علشان لو جت الشرطة يوريهم المقاطع والصور اللي هو صورها، وبعد كذا يتهمونا انه احنا اللي طلعنا من البيت ومعانا ادوات حادة وقمنا نتهجم عليهم، مع انه هم اساسا كانوا جايين ياخذوا باقي عفشهم وبس. مو قلت لكم انهم شياطين؟
كانوا مخططين كل شيء صح هذه المرة. المهم أنا ركضت فورا عندهم وبدأت أضربهم بالحديدة اللي كنت ماسكتها، وأبويا جن جنونه لما شاف إنه أمي تنضرب وقام يضربهم هو كمان، وحتى أمي تمالكت نفسها وقامت تدافع عن نفسها وتضربهم هي بعد. وطبعا هم كانوا يضربونا زي ما إحنا نضربهم، يعني مو إنهم وقفوا ضرب أول ما إحنا بدأنا نضربهم، لا. وبنص المضاربة فجأة جمال صارت تقول لنا من بعيد يا رجال يا رجال، قصدها عني أنا وأمي إنه طريقة ضربنا ما فيها أي أنوثة. أنا ناظرت فيها وقلت لها أقول لك أمسك لسانك علشان ما أجي أضربك زي ما ضربتك أمي وكسرت أنفك، فاهمة ولا لا؟ وهنا هي قالت لي إيش تضربيني؟ يلا تعالي سويها، تعالي لو أنت بنت رجال. وأنا فعلا أقسم بالله كنت رح أضربها لولا إنها مو حامل. وبعد كذا أبو جمال وجمال تركونا، وراح جمال تهجم على البيت بحركة جدا مفاجئة، وأبوه حاول إنه يكسر الكاميرات اللي كانت بمدخل البيت، وفعلا للأسف كسر كم كاميرا، لكن الحمد لله إنه ما لحق يكسرهم كلهم، لأنه هو يكسر الكاميرات جت الشرطة. بعد ما جت الشرطة حققوا معانا ومعاهم وقالوا لهم إنه أنتم ممنوعين أصلا إنكم تجوا للقرية بأي حق تجوا. قاموا قالوا لهم إنه إحنا جينا على أساس إننا نلم باقي العفش وناخده ونوديه لبيتنا الجديد، بس لا أكثر ولا أقل. قامت الشرطة قالت لهم لا ممنوع، ولو مرة ثانية احتجتوا إنكم تيجوا علشان تاخدوا باقي العفش اللي في البيت لازم تعطونا خبر وإحنا رح نرسل معاكم شرطي يرافقكم. المهم الحدث هذا صار قبل أسبوع تقريبا من روايتي للقصة لكم، يعني لسه جديد وطازة. فإحنا حاليا محتاجين دعواتكم، لأنه واضح إنه أبو جمال وعائلته ما رح يوقفوا مشاكلهم معانا أبدا، وممكن في يوم من الأيام الجاية يسووا معانا أشياء أقوى من اللي صارت، سواء هم أو عائلة أبو محمد. وإذا في أحد منكم عنده لنا حل أو نصيحة يقدر إنه يفيدنا فيها، يا ريت إنه يكتبها في الكومنتات، وأنا وأهلي كلهم رح نقرأ كومنتاتكم كومنت. يعني والله العظيم حرام يكفي الغربة اللي إحنا فيها، مو ناقصين أبدا والله، لا يعني والله حرام يكفي الغربة اللي إحنا فيها، مو ناقصين أبدا مشاكل زيادة. ورح أطلب منكم للمرة الثانية والأخيرة وقبل ما أختم القصة إنكم تدعوا لنا، تكفون ادعوا لنا، يمكن في أحد منكم قريب لله أكثر مننا أنا وأهلي. وبس والله يا حلوين، إلى هنا ونكون وصلنا لنهاية قصتنا لليوم. أتمنى يا رب إنها تكون حازت على إعجابكم وما ننحرم من نصايحكم ولا من حلولكم اللي فادت الكثير والكثير. فأتمنى إنكم تكتبوا حلولكم ونصايحكم لأصحاب هذه القصة، لأنه تقريبا كل العائلة كلمتني. واضح إنه كل العائلة متورطة ومحطوطين بموقف مو عارفين كيف يخرجوا نفسهم منه. وفي شيء كمان حابة إني أنبهكم عليه قبل ما نختم المقطع، وهو إنه المقطع الجاي بإذن الله رح يكون مواقف المتابعين القصيرة والمنوعة المرعبة. نبغى قصص مرعبة. أي أحد منكم عنده قصة مرعبة صارت له أو صارت لأحد يقرب له أو سمع فيها ويشوف إنها مناسبة وتستاهل إنها تنعرض، كل اللي عليك تسويه هو إنك ترسل القصة لي أو الموقف على حسابي بالإنستغرام. رابط حسابي بالإنستغرام راح تشوفوه تحت بالديسكريبشن. ومن هنا إلى ما ينزل المقطع القادم بإذن الله أشوفكم على خير. يا رب قلوبكم يا شيخ واحد واحد. الله يسعدكم يا رب.